السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، دي الحلقة رقم 6 في المصطلحات القانونية اللي ممكن تسمعها وما تكونش ملم بمعناها. النهاردة هنقول لك في كذا حلقة الفرق ما بين إخلاء السبيل والإفراج والبراءة وإطلاق السراح. البراءة اللي هو سقوط التهمة نهائي، سقوط التهمة عن المتهم خالص، سواء بحكم قضائي أو بالتقادم أو بموت المتهم نفسه. يعني إن الواحد بياخد براءة إن هو خلاص التهمة اتشالت تماما من عليه، ما عادش عليه التهمة دي، ما ثبتتش في حقه وخد فيها براءة. وده أقوى نتيجة بيوصل لها المتهم. ليها كذا حاجة، يا إما عن طريق حكم قضائي أو بالتقادم لو هو حكم كان غيابي، أو بموت المتهم. فأنت بتقدم شهادة الوفاء وبتدفع بموت المتهم وشخصية العقوبة، وبتطلب براءة المتهم من التهمة اللي كانت مسندة إليه. فالنهاردة بتختلف عن إطلاق السراح وعن إخلاء السبيل وعن الإفراج، وده اللي هنكلمك عنهم في الفيديوهات اللي جاية. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.